اليوم بغينا نديرو هذا الفيلم على واحد البيرسوناج، واحد الشخصيه اللي هي ما بقاوش بحالها بزاف في المغرب، وهذيك لا غارتي ديالها هي اللي كتعطيها لا بويسونس، وهي اللي كتعطيها الاهميه. بحال اللي بينت في الفيلم الاول ديالي مع الجزيره اللي هو إمام مريم، نبين بان المغرب فيه بلوزيور فيتيس. كاين واحد المغرب اللي حنا عايشين فيه اللي هو لي غراند فيل لوربانيتي، كاين واحد المغرب اخر اللي باقي غادي سون ريتم وباقي غادي في واحد لو ريتم لون، وسورتو بينا إلي نوماد. بغيت نمشي نعيش معهم ونتبعهم ونشوف كيفاش avec ma caméra je peux épouser هذاك لو ريتم دو في ديالهم وهذاك لو ريتم ديال لو فواياج لون ثقيل ديال لو نوماد، وعايشين دون واحد لومانيتي qui est difficile à trouver. C'est ça ce qui fait la beauté et je pense c'est l'importance de ce film. Je vois le film avec beaucoup bien sûr des plans larges pour montrer le décor, le paysage spectaculaire, les montagnes et aussi la vulnérabilité, la fragilité de le personnage qui voyage avec l'immensité. Et en même temps une caméra aussi qui est dans le mouvement, dans le travelling, mais un travelling toujours très lent, toujours très élégant pour épouser avec le rythme, pour épouser avec la lenteur du personnage. Je veux me concentrer sur les détails. Chaque personne qu'il rencontre, c'est aussi un monde qu'on découvre à travers lui, et c'est très important aussi pour nous documentaristes d'aller à la rencontre de ces mondes-là qui sont différents des nôtres. بالإضافة لكل المعلومات التقنية وأسلوب التصوير والرؤية الإخراجية للمخرجة الصديقة سونيا التراب، انسجاما مع الفيلمين الأولين اللذان قدمناهما وأنتجناهما لصالح الجزيرة الوثائقية، يبدو لي أن هناك بعض المهن والممارسات لا زالت تستحق التوثيق والتصوير وصالحة كي تكون مادة إعلامية لمشاهدي قناة الجزيرة الوثائقية. نازع الأسنان أو منتشي الأسنان من المهن أو من القلائل الذين لا يزالون يمارسون هذه المهنة وهذه الممارسة الإنسانية. فهذه الفضاءات نقدروا نقولوا عليها المهمشه او البعيده عن المناطق الحضاريه، ومنهم هذا منتشي الاسنان او نازع الاسنان الذي يساهم في تخفيف الالم وضمان على الاقل الى حد ما الاستقرار في وسط هذه الجبال وهذه الفضاءات الواسعه والوعره والصعبه. وفي بساطته وفي محيطه تكمن تلك القوه والإطار التي يمكن أن نعبر عنها أو عليها في هذا الفيلم، رغم أن أماكن التصوير غادي تكون صعبة، ولكن مع ذلك نتعهد بأننا غادي نحقق فيلم يليق بمشاهدي ومشاهدات الجزيرة الوثائقية.